أعزائي مشاهدي قناة أمية المعلوميات. النهاردة كان في ظاهرة غريبة حصلت وحدثت على طريق خاصة بمحافظة الوادي الجديد، في طريق موط الهنداو. الظاهرة دي ظاهرة غريبة بتحدث. طبعا تم اكتشافها. كانت عبارة عن ايه الظاهرة دي؟ ناتجة عن عملية احتراق داخلي بين طفلة الأرض والأكسجين والمية. نتج عنه أكسدة للكبريت. حصلت أكسدة للكبريت. التفاعل ده عمل احتراق أو ما يسمى بالاشتعال الذاتي نظرا لنسبة الكبريت عالية. فطبعا نسبة الكبريت هنا عالية جدا بالطفلة. أدى بدوره إلى احتراق. تظهر في بعض الدول خاصة وخصوصا في فصل الشتاء. في برضه من ناحية أخرى في تقديرات أخرى تانية قالت من ممكن أن تكون المنطقة دي بها عيون كبريتية. عيون تنفجر من الأرض، بس العيون دي كبريتية درجة حرارتها شديدة. برضه من الممكن أن نستفيد منها ونستغلها في إنتاج الطاقة الكهربائية. الطفلة الزيتية بس بها نسبة عالية من البترول. جاري دراسة تلك الموضوع عن طريق البحث والاقتصاد، يعني الناحيتين. الدراسات طبعا مستمرة حتى الآن على مدار ال24 ساعة لاستكمال العملية البحثية لتلك الظاهرة. فطبعا احنا بنقدم بكل الشكر للقائمين على العملية البحثية وخاصة بجامعة الوادي الجديد. الظاهرة دي حصلت امتى؟ النهاردة كان النهاردة الأربعاء يوم 11 نوفمبر، تقريبا الساعة 1:10 بعد الظهر. في أحد المسؤولين طبعا بيقول إيه إن الظاهرة دي معروفة بدورة الاحتراق، بتظهر في بعض الدول خاصة في فصل الشتاء. بيشير إن من المحتمل أن تكون المنطقة بها عيون كبريتية درجة حرارتها شديدة، بما يسمح باستغلال الناتج في توليد الطاقة الكهربائية. وبرضه أكمل الراجل مشكورا إن المنطقة دي محل التفاعل وانبعاث الأدخنة، غنية بالطفلة الزيتية، بها نسبة عالية من بعض مشتقات البترول. وحاليا بتجري دراسة للموضوع ده سواء بحثيا واقتصاديا. كما أضاف برضو الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، يرافقه الدكتور برضو نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وفد طبعا مشكورا بكلية العلوم وطاقم عمل من أساتذة وباحثين بشؤون العلوم والكيمياء وطبيعة الأراضي. قاموا مشكورين بتفقد موقع الظاهرة اللي هم ايه كان يوم الخميس الماضي. حيث بقى انبعاث أدخنة كبريتية من بطن الأرض، وجود تشققات يتخللها جمرات ملتهبة ذات صفة بركانية. الكلام ده كان من ايه بالقرب من أراضي المعلمين على طريق قرية الهنداو موط. المسافة بتبعد حوالي 200 متر عن الطريق الرئيسي، بس طبعا الظاهرة دي كانت أسبابها غير معلومة. كانت برضو رصدت أو رصد خلال الساعات القليلة الماضية تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر بعض الصور المتعلقة بالظاهرة غريبة اللي بتحدث أول مرة في منطقة بمحاذاة بعض الزراعات بمسافة 1.5 كيلو على طريق الواقع بين قرية الهنداو ومدينة موط مركز الداخلة. شهود العيان عليها، يعني شهد عيان على هذا الحدث، إنه لاحظ في خلال الأيام الماضية ظهور بعض الأدخنة تحمل رائحة الكبريت المحترق بتنبعث من بطن الأرض، بس المعدلات متزايدة في المنطقة دي الواقعة بين حزام ارتفاعات الطفلة بالقرب من قرية الهنداو. أضاف مهران بقى أن الظاهرة دي تحولت إلى مزار سياحي ومقصد لجميع أهالي المركز بدافع الفضول وحب الاستطلاع لمعرفة ماهية أسباب ومصدر الأدخنة المتصاعدة طوال الوقت من بطن الأرض المتشققة، مشيرا لأن هناك تفاعل كيميائيا ونشاطا غريبا يحدث خاصة عند اقتراب فصل الشتاء. يعني متعودين في فصل الشتاء الظاهرة دي بتحصل في ظاهرة طبيعية تحدث كل عام يقابلها تشقق في الطبقة السطحية للتربة. الصور اللي شفناها أو اللي موجودة في الفيديو الصور برضو إيه
مثيرة، يعني ما تخلي المفروض المسؤولين يتحركوا، شوفوا الدنيا ماشية ازاي، وممكن يكون في خير كتير للمنطقة، للمحافظة كلها، وطبعا خير لمصر كلها. أضاف برضو إن الظاهرة دي بتحدث دي لتالت مرة، يعني للعام التالت على التوالي، يعني مش السنة دي فقط، السنة اللي عدت واللي قبليها. ناشدوا برضو العديد من الجهات المختصة الحكومية بضرورة تشكيل لجان بحثية لدراسة الظاهرة التي تشير إلى وجود عناصر طبيعية ذات قيمة اقتصادية عالية، منها الفحم الحجري والكبريت. آه، إن شاء الله نكون أفدناكم ومطلعين على كل مستجدات الأمور اللي بتحدث حوالينا كده، وعايزين دعمكم فضلا وليست أمرا، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على كلمة أول، ونشير الفيديو عشان الكل يستفاد، ونعمل لايك. وقناة أمنية المعلومات تتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.